جت اللحظه الحاسمه. تعالي عملنا الفراخ، تعالي نفتح نشوف قلبها استوت اهي. يا سيدي يا سيدي ايه الجمال ده، ايه ده؟ المفروض بص تعالى اهي، بص في قلب الفراخ وهي سخنه مقرمشه وجميله واحلى من اللي هتجيبوها من بره. بطاطس رز باقل التكاليف، ما افورناش في الموضوع وما جبناش بقى سلطات وحاجات، لا احنا لمينا الموضوع باقل حاجه عندنا. بسم الله، هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا معانا هنا دول حوالي 7 وراك، تمام. احنا كنا جايبينهم عشان نعمل صينيه، فقلنا نعمل كنتاك، نعمل معاكم فراخ مقرمشه. احنا قطعناها بالشكل ده ومسكنا، بصي فتحناها ازاي، تغسليها بخل وليمون كويس وبنفتحها بالشكل ده. معانا هنا كوبايه ميه، وادي كوبايه تانية، يبقى احنا كده نزلنا بكوبايتين من الميه. اول حاجه هننزل بيها معلقه ملح بالشكل ده. معانا هنا شطه، بابريكا، كركم، توم باودر، بصل باودر، فلفل ابيض. مش موجود فلفل ابيض حطي فلفل اسود بس نسبه بسيطه. طبعا احنا البهارات دي كلها هنحط نصها هنا ونصها هنوريكم هنعمل بايه تاني. كركم، شطه، توم باودر، بصل باودر، فلفل ابيض بالشكل ده، والكركم تمام. قلبناها تقليبه كويسه. هننزل معانا بالفراخ بتاعتنا. الفراخ انت هتقلبيها كويس فيها، طبعا بالشكل ده كده. تتبيله سهله ومش محتاجه تتعبي نفسك وتقولي ده الفراخ الكنتاكي بتاخد وقت او بتاخد شغل كتير ولا اي حاجه. هنغطيها ونحطها في التلاجة ساعتين 3، نرجع لكم تاني. وهنا معانا كيلو من الدقيق، ماشي. هنحط عليهم 4 معالق نشا، 1 2 3 4. الكيلو الدقيق هياخد 4 معالق من النشا، تمام. دي نفس البهارات اللي احنا تبلنا بيها الفراخ، اللي هي شطه، بابريكا، كركم، توم، بصل، فلفل ابيض. هننزل بيها بالشكل ده. هنحط نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه. في اضافه بقى دي من عندنا، اللي عايز يحطها مش عايز براحته. لبن بودره معلقه ونص بالشكل ده. الملح هنحط حاجه بسيطه عشان احنا حاطين في الفراخ يعني ربع معلقه. هنقلبهم تقليبه كويسه. احنا هنا بشرنا بصلتين، بصي انا نشفتهم الاول من الميه وهنوريكم طريقه عمايل الرز الريزو. هننزل بمعلقه زيت حبه صغيرين، وبعد كده هننزل بقطع من السمنه. ننزل بمعلقه من السمنه، اي نوع سمنه عندك. انا مش عايزه اغمق الرز جامد دلوقتي. انا مش عايزه اغمق البصله دلوقتي، هنمشي مع بعض واحده واحده. البصله بقت معانا اللون ده، هننزل بمعلقه حلوه كده من السكر بالشكل ده. هنقلب حبه حلوين برضو لحد ما اوريكي اللون هيوصل ازاي، هيعمل ايه. بصوا اللون بقى عامل معانا ازاي، لون البصله ولا محروقه قوي، مش عايزه اغمقها اكتر من كده. بصوا السكر خلى لونها بقى عامل ازاي.
هننزل معانا كيلو من الرز، اغسله كويس قوي. هننزل بقى بايه؟ بمعلقه من الملح، مش معلقه كامله يعني، معلقه الا ربع. فلفل ابيض، لو مفيش فلفل ابيض ممكن نحط فلفل اسود عادي. هنحط نص معلقه كركم او ربع معلقه عشان انا عندي الرز قليل، فهننزل بربع معلقه. الكاري نفس الكلام، نص معلقه كاري. هتقلبيه حبه حلوين برضه، احنا مش هنحكي عليه دلوقتي. قلبيه بتاع دقيقتين مثلا، بعد كده ننزل بميه سخنه عليه. كده شربنا الرز بالشكل ده. اول ما يبتدي يغلي معاكي كده بالشكل ده هنوطي عليه خالص ونعمل الفراخ. هننزل بالزيت، بس حبه زيت حلوين بقى. بعد ما عملنا الرز هنحط الزيت يسخن بالشكل ده. لازم تجيبي حله غويطه، دي حله غويطه عندي ستانلس، انا حطيت حله ستانلس علشان ما تبصي مني زي الحله الالومنيوم. ولو عندك قلايه او طاسه كبيره هتبقى برضو حلوه، بس لازم حاجه غويطه. هنا الفراخ بعد ما اتبلت اكتر من 3 ساعات وحطها في التلاجة سقعت بالشكل ده واتبلت كده. هننزل بيها كده وهنقلبها بالشكل ده. هنديها تقليبه كويسه كده، وبعد كده هناخدها وننزل بيها في نفس التتبيله تاني، نفس التتبيله بالشكل ده هتنزلي بيها كده، وهنرجع بيها تاني. كده عشان الكاميرا بس. هنتبلها هنا في نفس التتبيله اللي احنا متبلينها. في ناس بتحط ميه ساقعه، انت ممكن تحطي ميه ساقعه عادي جدا، يعني ممكن ميه ساقعه من غير التتبيله دي كلها. بالشكل ده. بس لازم الزيت يسخن معانا جامد، اول ما يسخن ننزل بالفراخ بتاعتنا اهي. بصي القطع احنا بقى عايزين الحاجات الشكل ده كده فيها بالشكل ده عشان تبقى زي بتاع بره. هي الفراخ معايا كبيره، الوراك دي كبيره، المفروض ان الفراخ بتاعت اللي بتتعمل بالشكل ده ستريبس كده او بتتعمل زي فراخ كنتاكي لازم تبقى كيلو 800. هننزل بيها بالزيت. بسم الله. مش هنقلبها دلوقتي، تمام. وهنا هنبتدي نقلبها، بس مش هنقلبها غير لما نحس ان هي نشفت معانا، الغلاف اللي فوق ابتدى تتغلف معانا بالشكل ده وتنشف تمام اهو كده بالشكل ده. ونبتدي نوطي عليها النار ونسيبها 15 دقيقه بالظبط. جت اللحظه الحاسمه، تعالي. عملنا الفراخ، تعالي نفتح نشوف قلبها استوت اهي. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ المفروض بص تعالى اهي، بص قلب الفراخ وهي سخنه مقرمشه وجميله واحلى من اللي هتجيبوها من بره. بطاطس رز باقل التكاليف، ما افورناش في الموضوع وما جبناش بقى صوصات وحاجات، لا احنا لمينا الموضوع باقل حاجه عندنا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. باي باي.